عائلة أحمد الشرع أفراد خرجوا من الظل إلى الأضواء، صنعوا القرارات في الخفاء ثم أصبحوا في قلب المشهد السياسي. فكم عددهم وماذا نعرف عنهم؟ في كل مرة يظهر فيها الرئيس السوري أحمد الشرع تتكشف تفاصيل جديدة عن حياته والأفراد المحيطين به. اهتمام كبير يستحوذ به الرجل، كيف لا وهو يحمل مستقبل سوريا بين يديه. هذا المستقبل لا يصنعه وحده، فعائلته تلعب دورا محوريا في رسم ملامحه، سواء عبر مناصب سياسية أو من خلال دورهم الشخصي في حياته اليومية. فمثلا زوجته لطيفة الدروبي لم يظهر لها أي دور سياسي حتى الآن، لكن سيدة القصر الجديدة قد لا تكون بعيدة عن التأثير. بحسب وسائل إعلام سورية فإن لطيفة ولدت عام 1984 في بلدة القريتين بمحافظة حمص، وهي حاملة لشهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. لم تكن السيدة الأولى في سوريا وحدها محط الأنظار خلال زيارة أحمد للرياض، فشقيقه حازم الشرع حظي هو الآخر باهتمام إعلامي كبير في أول ظهور علني له. حازم ولد عام 1975 وتخرج من الجامعة المصرية الأمريكية حاصلاً على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، وبصفته خبيراً في الإدارة والمبيعات تولى مناصب قيادية عديدة في شركات مرموقة. وفيما يتعلق بمنصبه الدبلوماسي فهو ما زال غير معلن حتى الساعة، لكن ظهوره المتكرر إلى جانب الرئيس أثار تكهنات عديدة حول دوره المستقبلي. أما ماهر الشرع الشقيق الآخر لأحمد الشرع فقد تولى منصب وزير الصحة في الحكومة الانتقالية الجديدة، تعيين عارضه البعض بحجة توريث المناصب، بينما أيده آخرون لكون ماهر حاصل على دكتوراه في العلوم الطبية، وسبق أن شغل منصب مستشارا لوزير الصحة في حكومة الإنقاذ السورية. أما والدهم حسين علي الشرع فهو مفكر وباحث اقتصادي، وسبق أن أصدر مؤلفات عديدة في مجال النفط والتنمية الاقتصادية. ووفقا لوسائل إعلامية سورية فإن أحمد الشرع له شقيقان آخران لم يظهرا إلى حدود الساعة، فهل نراهما قريبا في مناصب سياسية؟